السلام عليكم اخواني اخواتي، كي راكم دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جيت نشارك معكم المقروط. كيستعملوه الجهات الشرقيه او جزائريين، خوتنا الجزائريين. كيستعملوه بزاف في الاعياد، دائما كيحطوا هذا في الطابله ديال العيد. معروفين هما بالمقروط. اليوم جيت نشاركه معكم بجميع التفاصيل والمقادير مضبوطه. واي واحد اللي بغى يستعمله، سواء بغيتو ديروا كميه كثيره ولا كميه قليله، غادي نشرح لكم جميع التفاصيل في هذا الفيديو هذا. وراه كيجي ناجح 100% من اول تجربه، وراه ما فيش شي مكونات كثيره. نتمنى يعجبكم الفيديو وتكملوا حتى الاخير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معايا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي جداد. وما تنسونيش اخواني اخواتي من اللايكات والكومنتات يكونوا زوينين باش تحفزوني ان شاء الله نزيد نعطيكم وصفات اخرى. ونخليكم مع الفيديو والمقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لي اخواني اخواتي، انا راه درت كميه كثيره هنايا. راه كان عندي كوموند في هذا العيد. هانتوما كما كتشوفوا معايا، انا درت 3 ديال الزلافات كبارين ديال السميده المتوسطه اللي كندير بها الحرشه. غادي نضيف معاها 3 ديال المعالق ديال الدقيق، الدقيق العادي الفورس اللي كنستعملوه عند الحلوى. داك الدقيق هو اللي كيساعدنا على داك السميده باش ما كتبقاش كتفتت. وكنضيف داك الزلافه اللي عبرت بها السميده هي اللي كنعبر بها الزيت والزبده. كندير اكثريه ديال الزبده كتكون مذوبه، ما كنكونش كنكونوا محيدين من الحليب ديالها، وكنعمروها بالزيت. وهنايا كما كشفتوا معايا راني درت 3 ديال الاكياس ديال السكر فاني، وواحد شويه ديال الملحه. كنخلط داك النواشف مزيان كما كتشوفوا معايا. هنا كما كتشوفوا معايا راني درت الزبده اكثر من الزيت. نتوما كما كتشوفوا راه كلشي واضح وكلشي باين. وكان داكشي اللي باقي لنا ما باش نعمروا الزلافه كنعمروها عاوتاني بالزيت العاديه وكنخلطوها. نتوما كما كتشوفوا. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو ديروا كميه كثيره، ديروا نفس العبار باش ما بغيتو تعبروا، سواء بالكاس سواء بالطاس هذا ديال القهوه. باش ما بغيتو كديروا 3 ديال العبرات ديال السميده وكاس ديال الزبده مخلطه مع الزيت. هذه هي الطريقه ديال هاد المقروط. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنخلط داك الزبده مزيان حتى كندخلها مزيان في داك السميده، داك المكونات اللي ضفنا. غادي نخليها تبات الليله كامله. بالنسبه لكم نتوما الا كنتم مزروبين تقدروا ديروا هاد الطريقه هذه في الصباح وتخدموه في العشيه. انا كان عندي الوقت خليتها باتت الليله كامله، لا غدا عاد كملت عليها. يا اخواتي كما كتشوفوا معايا راني شريت هذا التمر اللي كيتباع هنايا معلب. تقدروا نتوما الا كنتوفر لكم التمر تقدروا تحيدوا له العظم ديالو وتفوروه حتى هو كيجي مزيان. هانتوما كما كتشوفوا راني ضفت معاه 3 ديال المعالق ديال الجنجلان كيكون منقي ومحمر، وضفت معاه شويه ديال اللوز مطحون بودر ما مقلي ما حتى شي حاجه، وشويه ديال القرفه. كنسمو داك التمر باش ما كيبقالناش غير التمر بوحدو، كيجي حتى هو فيه واحد الكو. وكنضيف معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. مع هنا راني ندير انا كميه كثيره وانتم تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. كنخلط داك المكونات كاملين وكنبقى نزيد في الماء زهر حتى كنحصل على العجينه ديال التمر كتكون متماسكه. نتوما كما كتشوفوا كنبقى نعجن ونضيف نرش بالماء زهر حتى كنحس بداك المكونات كلشي تجمعوا مزيان في ديك العجينه هذيك. من بعد مباشره كندوز نكور هذيك كويرات، ندير حريبلات وغادي ندير كويرات. هانتوما تابعوا معايا في الفيديو تشوفوا كيفاش كندير الطريقه. هنا كما كتشوفوا اخواني اخواتي كنستعمل شويه ديال الزيت باش كنكور داك الكويرات ديال التمر باش ما كتلصقناش العجينه داك العجينه ديال التمر في اليد ديالنا. غندير كويرات كما قلت لكم صغارين وغادي ندير حريبلات. كنوجد هادشي كلشي في خطره باش كتجيني خدمه ساهله وكتجيني خدمه دغيا كتمشى. كندوز كنغطي داك التمر هكا بداك الميكا باش ما كينشفناش من الفوق. وديال السميده اللي خلطت معكم كما شفتوا دابا دايره بات حتى لعند الغدا عاد راني غادي نعاودها. نتوما كما كتشوفوا كنولي نخدمها شويه عاوتاني هكا بيدي باش كانت تزيد ترطاب. وهنا كما كتشوفوا معايا كندير كاس قريب يتعمر بالماء زهر وكنضيف معاه الماء وكنخلط.
وبالنسبه لعند التخليط كنخلطو غير برؤوس الاصابع، ما كنعجنوش العجينه. كما كتشوفوا كنبقاو نضيفوا الماء الزهر والماء حتى كنحسو بداك السميده، حيتاش السميده كتشرب خاصها تكون جاريه شويه، وغادي نخليها تشرب واحد 10 ديال الدقائق وعاد ندوز نكورها. بالنسبه لعند الماء الزهر والماء انا هزت ليه هنا تقريبا 4 ديال الكيسان ديال الماء مخلطين مع الماء الزهر. وانتم على حسب كل واحد والسميده كيفاش دايره، كاين السميده اللي كتشرب بزاف كاين اللي ما كتشربش. انا جاتني هي هذيك داك القياس اللي عطيتكم ديال السميده، درت مع 4 ديال الكيسان ديال الماء مع الماء الزهر. انتم كما كتشوفوا بعد ما خليتها ارتاحت 10 ديال الدقائق تقريبا هكا ولا ربع ساعه، كندوز نكورها كويرات متساويين، ما كنعبر ما حتى شي حاجه، كندير انا عيني ميزاني. وانتم اللي بغيتو ديروا داكشي مقادير تقدروا ديروه في الميزان. انا ما عبرتش، كندير عيني ميزاني حيت مولفه كنديرو كتجيني القضيه سهله. وانا كما كتشوفوا معايا راني قسمت العجينه على جوج، غادي ندير هاد المقروط على جوج ديال الاشكال، واحد نديرو بالطابع وواحد نديرو هكا حريبلات. وهنايا اخواتي كما شفتوا معايا اللي الكويره اللي كورتها كندير معها الحبه ديال التمر ديالها، ديك الكويره ديال التمر باش كنشوف شحال درت وباش كتجيني خدمه سهله وكنكون عارفه راسي شنو كندير. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما كنسالي كنغطي داك العجينه الاخرى اللي بقات اللي ندير بها حريبلات باش بالميكا باش ما كتنشفش، وكندوز ندير هاد التمر هكا في الوسط ديال داك العجينه، وكنجمع عليه العجينه مزيان باش ما كتوليش تحل لنا، وكنكورها بحال هكا، نولي عاوتاني نكورها ونولي ندوز نصايبها بداك الطابع. والطابع هذا راه متوفر في الاسواق صراحه، كيجي به المقروط ساهل، سواء نديرو به المقروط سواء نديرو به العجينه ديال اللوز، الحلاوه ديال اللوز ولا ديال التمر، اي حاجه صراحه كتجي سهله وكتجي مديكوريه. بالنسبه لعند الطابع راني كنديرو في الدقيق وعاد كنطبع به باش ما كتلصقناش داك الطابع ما كيلصقناش في داك المقروط. وتقدروا ديروا الزيت ولا السميده ولا اي حاجه، وداك الطحن راه ما كيبقاش كيبان. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، وغادي ندوز نشارك معكم الطريقه ديال الشكل الثاني. وهنايا اخواتي غادي ندوز ندير الشكل الثاني، صراحه كيجي حتى هو ساهل، تقدروا تزوقوه باي طابع اللي عندكم. هانتوما كما شفتوا معايا اخواتي كنطلق داك الحربول كما شفتوا معايا، وكندير واحد الحفيره هكا في الوسط سواء بيدكم ولا بالتالي ديال الموس هكا، كنقادو ونوليو عاوتاني نجمعو داك العجينه مزيان عليها، وكنوليو نحربلوها باش كتجينا المقروطه صغيره ما كتجيناش داك المقروطه كبير. وكنبقى ندير بديك الطابع هكا، راني دهنت بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقليش فيه داك العجينه ديال المقروط. داك الاطراف كنحيدهم هكا مع الاطراف وداك الا كان فيها التمر كنحيدو التمر كنديروه مع التمر، ولا كانت بقات غير العجينه صافي كنردوها مع العجينه حتى كنوليو نعاودوها. وهذه الطريقه ديال المقروط كما شفتوا معايا كيجي ساهل، اي واحد يقدر يوجدو. هنايا اخواني اخواتي كما شفتوا معايا بعد ما ساليت المقروط كامل كما شفتوا معايا بالطابع وهذاك اللي درته بالشكل ديال الورقه. انا راه كان عندي واحد الشغل راني خرجت وعاد جيت كملته، راه ما كتوقع له حتى شي حاجه، ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. تقدروا الا ما كانش عندكم الوقت ولا توجدوه بحال هكا تغطيوه وتخدموا شغلكم عاد تكملوه لا ما كانش عندكم الوقت. كما كشفتوا معايا دابا راني درت هنايا الزيت السخون، كنديروا الزيت كميه كثيره
كيكون موجده العسل اللي غادي نطفي فيها ديك الحبات ديال المقروط، وكنوجد عاوتاني واحد الصفايه فاش غادي نصفي، وكنقابلوه بالتخلاط هكا كنحركوه مزيان باش ما كيطبناش على جهه كما كتشوفوا معايا في التصويره، راه واضح كلشي باين. بعد ما كطيب لي الطيبه الاولى كنديرها في العسل ونولي عاوتاني ندير الثانيه. ملي كتقرب هذيك الطيب الثانيه كنولي نحيد هذيك من العسل باش كتشرب لنا العسل مزيان، وكنديروها تسقطر هكا. ملي كتسقطر كنديروها في كويغطات، ولا تقدروا ديروها في البواطه اللي غادي تحتفظوا بها. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنايا اخواني اخواتي كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال المقروط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. بعد ما برد راني درتو في هاد الكيسات هادو ديال الحلوى، وراني عبرتو عند السيده باش تجي تديه. راني هاد الكميه اللي درت معكم راه عطاتني 4 كيلو و200 غرام. راكم عارفين السميده حتى هي ثقيله، ومع العسل حتى هي كتجي ثقيله في الميزان. وانا غادي نوريكم الحبه كيفاش كيجي صراحه، كيجي معلك وشارب العسل، وبنفس الوقت كيجي هشيش، ومع داك الماء الزهر حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي ديال هذا النهار، ونتمنى الا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه الصراحه زوينه وكتخرج كميه كثيره. ونتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، ونتلاقاو مع فيديو اخر مع وصفه اخرى. الى اللقاء، مع السلامه.